أهلا بكم وبداية جولتنا اليوم مع صحيفة عكاظ التي نقلت موافقة مجلس الوزراء خلال جلسة أمس على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ونظام إدارة النفايات البلدية الصلبة. ووجه المجلس بتعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين. الخبر عنونته الصحيفة: مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يشدد على مضامين كلمة الملك لشعب المملكة وللأشقاء. مجلس الوزراء يمنع المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع والخدمات. من عكاظ نذهب إلى صحيفة الحياة وكلام عضو كبار العلماء علي الحكمي، وفيه جاء: الإعلان عن المسلسلات الرمضانية والنظر إليها لا يجوزان. الشيخ الحكمي حذر من هذه المسلسلات لما فيها من مخالفات شرعية كبيرة لا تجوز الدعاية لها، ونهى عن الاستماع إلى الإعلانات عنها أو النظر إليها. وقال الحكمي إن جميع المسلسلات التي نسمع عنها فيها تضييع للوقت وإشغال الناس عما هو أهم، ناهيك عما تحويه من مخالفات شرعية صريحة، ولذلك لا يجوز الإعلان عنها ولا التسويق لها ولا الاستماع ولا الالتفات إليها. من عناوين الحياة لهذا اليوم أيضا: أحكام بالسجن على 7 مدانين بالإرهاب، أحدهم احتال على أخواته لدعم تنظيم القاعدة. ننتقل إلى صحيفة الرياض وفي عددها اليوم نقرأ: 3 فرق للدفاع المدني تنجح في إنقاذه بعد سقوطه من أعلى البرج. إنقاذ مقيم علق بالدور العاشر في برج الفيصلية في الرياض. من الصحف السعودية نتابع صحيفة الاقتصادية أيضا التي أجرت حوارا مع وكيل وزارة الثقافة والإعلام عبد العزيز الملحم، وفي الحوار جاء: نبحث شكاوى الصحفيين ضد المتحدثين وسنوفق بينهم. خبر آخر لفتنا في عدد الاقتصادية أيضا حمل عنوان: لاغارد عضو في فريق سباحة، ورايس لاعبة تزلج، ورئيسة البرازيل لاعبة الطائرة، أقوى نساء العالم رياضيات في سن المراهقة. وفي مفارقة غريبة، بدا أن أشهر نساء العالم والمتسنمات مناصب قيادية في أقوى المؤسسات الدولية والتنفيذيات سبق أن كنا رياضيات في سن المراهقة. شركة إرنست أند يونغ الاستشارية أجرت تحليلا لأنشطة رياضية لدى كبار الموظفات التنفيذيات والزعيمات، ووجدت أنه كلما زاد مستوى الموظفة التنفيذية كلما كان احتمال أنها كانت تمارس الألعاب الرياضية في المدرسة الثانوية أو الجامعة كبيرا. ننتقل إلى الشأن الكويتي، ومن عناوين صحيفة الرأي نقرأ كلام المحامي عبد الله الكندري الذي أقام دعوى مستعجلة لوقف منحة مصر، وقال إن قرار الحكومة مخالف للدستور والقانون. المنحة هذه تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار، وبحسب ما جاء في صحيفة الدعوة فإن تصرف مجلس الوزراء يمثل إهدارا جسيما للمال العام ويأتي مخالفا للدستور والقانون، وذلك من حيث بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته. من الصحف الكويتية نتابع أيضا الجريدة وفيها جاء: توصية بسحب إشهار مبرتين خيريتين للطبطباء والعوضي، استخدمتا سندات قبض مخالفة لجمع التبرعات، المخالفات السنوية تتكرر والحكومة تتجاهل التقارير والتوصيات. وبحسب الخبر فقد استمرت مخالفات الجمعيات والمبادرات الخيرية في جمع التبرعات في الكويت بعيدا عن رقابة وزارة الشؤون والجهات الحكومية ذات الصلة، إذ رفعت اللجنة المختصة بدراسة أوضاع الجمعيات والمبادرات الخيرية تقريرا جديدا يدين عددا من الجمعيات والمبادرات التي استخدمت سندات قبض مخالفة لجمع التبرعات ومن دون موافقة الوزارة. هذا كل ما لدينا في فقرة الصحافة لهذا اليوم. أعود وإياكم مشاهدينا مجددا إلى استوديو الرابعة وبقية ملفاتها.